يعني ايه امريكا هتتكلم انجليزي؟ الرئيس الامريكي ترامب من ساعه ما رجع للحكم مره تانية واحنا بنشوف ليه قرارات كتيره جدا في كل المجالات تقريبا، والراجل مش سايب العالم في حاله حرفيا ولا حتى سايب امريكا نفسها في حالها، ولكن هيفاجئنا بقرار تاريخي ولاول مره تاريخيا هيكون لامريكا لغه رسميه. ازاي يعني لاول مره؟ امال هم كانوا بيتكلموا ايه؟ خليني اقول لك ان امريكا من اكتر الدول اللي فيها تعدد لغات وملهاش اي لغه رسميه لحد دلوقتي، لكن ترامب قريب جدا انه يوافق على قرار زي ما قلت لكم تاريخي بالنسبه لامريكا، وهو انه يخلي اللغه الانجليزيه هي اللغه الرسميه لامريكا. طبعا كل قرار بياخده ترامب ليه ماضي، وبكده ترامب بيلغي تفويض راجع للرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون اللي كان بيطلب من كل الوكالات والمستفيدين من التمويل الفيدرالي تقديم المساعده لغير الناطقين باللغه الانجليزيه. وخليني اقول لكم ان بموجب الامر ده وقتها طبعا الوكالات هيكون فيها بعض المرونه في تحديد كيفيه ومتى تقديم خدمات بلغات اخرى، وبكده هيكون لامريكا لاول مره لغه وطنيه. وترامب بيقول ان دي حاجه مهمه جدا هتوحد البلاد. كمان حاجه زي دي هتاسس الكفاءه في العمليات الحكوميه، بيخلق كمان مسار واضح جدا في المشاركه المدنيه، لان المواطنين في امريكا بيتكلموا باكتر من 350 لغه، على راسهم اللغه الاسبانيه والصينيه، وكمان اللغه العربيه موجوده هناك كتيره جدا، لكن بيتكلم حوالي 241 مليون شخص امريكي باللغه الانجليزيه. فانتوا بقى مع ولا ضد قرار زي ده؟ واللي كده بصراحه بتتكلموا كام لغه؟ بس كده ودي